السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله باغا ندير الغديوه في خيطات ديال الدجاج، وقلت لا علاش ما نشاركهمش معكم. يعني الطريقه سهله وبسيطه وطبق صيفي. يعني فاش كيسخن الحال هادو هما الاطباق اللي كنبغيو نديرو، يعني كيكونوا خفاف ودغيا كيتحضروا. كيف ما كتشوفوا معايا، اول حاجه عندي واحد البصله اللي متوسطه، حكيتها في الحكاكه الرقيقه، ضروري نحكوها في الحكاكه الرقيقه. وعندي غنزيد معاها الثومه، عندي واحد 3 دروس ديال الثومه حتى هما غادي نحكهم كيف ما كتشوفوا. صافي، طبق اللي ساهل وكيتحضر في رمش عين. عندي واحد المعلقه صغيره ديال الملحه اللي ما عامراش، والملحه كتبقى على حساب الذوق وعلى حساب شحال ديال الفخيضات غادي ديروا. غندير واحد المعلقه كبيره ديال السكينجبير تكون عامره مزيان، انا درت جوجات صغارات. وغندير نص معلقه ديال الابزار، يعني قل من نص معلقه، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال القزبر يابس، وواحد شويه ديال الزعفران شعره. غادي نحكو، سخنتو غنحكو. تقدروا تعوضوه بضامه ديال الزعفران اولا تقدروا تستغناو عليه الا ما كانش. هنا كيف ما كتشوفوا معلقه كبيره ديال الزعتر، وهذا هو اهم مكون ضروري نديرو الزعتر. وعندي واحد الحامضه اللي عصرتها، خديت العصير ديالها. صافي غادي نخلط كل شيء مزيان. هادو هما التوابل اللي عندي. واهم مكون اللي هو واحد المعلقه كبيره ديال المايونيز. الا كانت المطارد ديروا المطارد، انا في الصراحه كنت باغا ندير المطارد ولكن ما بقاليش ودرت المايونيز، ولكن ما نعاودش لكم كيفاش جاب المايونيز. هاد الفخيضات ديال الجو بنانين بزاف بزاف بزاف، جاو حسن من المطارد. والله القسم، هو المطارد كيتواتم بزاف مع الدجاج، ولكن حتى المايونيز جاو واعر فيهم. صافي، هنا عندي الفخيضات ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا اللي مغسولين مزيان وناشفين. غادي ناخذ واحد الموس، ضروري ما نفلحهم مزيان باش كيشربوا ليا ديك التشرميله باش تدخل فيهم ويجيو بنانين. ضروري كنبقى نفلح فيهم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى كنفلح الفخيضات كاملين من جميع الجوانب، كنفلحهم باش تدخل فيهم العطريه مزيان. صافي، هنا كنبدا نشرمل فيهم وانا كندخل بين دوك الفتيحات اللي فتحت. ما كنزيدو لا ماء لا حتى حاجه، من غير داك العصير ديال الحامض. صافي راه كافي، ما كنزيدوش فيه الماء. هاد الطبق كنطيبوه بلا ماء، ما كنديرو حتى قطره ديال الماء. صافي غنستمر حتى كنشرملهم كاملين، كندخل بين اللحيمات وبين الجلده، كنهز جلده وندخل التشرميله وكنخليوهم قد ما ترقدوا قد ما كيجيو بنان. يعني تقدروا ديروهم في الليل حتى الصباح وطيبوهم. المهم كتخليو ليهم الوقت الكافي الا كان عندكم الوقت. اما الا ما كانش عندكم الوقت راه كديروهم، يعني ضروري على الاقل خليهم واحد الساعه ولا نص ساعه الا ما كانش عندكم الوقت. ولكن هما قد ما ترقدوا مده طويله قد ما كيجيو بنان. انا تقريبا خليتهم واحد 4 ديال السوايع. صافي، من بعد ما كملتهم غادي نغطي عليهم بواحد البلاستيكه، وغادي نخليهم يشربوا ديك العطريه مزيان. من بعد ما دازت 4 السوايع كيف ما قلت لكم، صافي كنجيب واحد الطبق اللي كيدخل الفرن. ديروا اي طبق كيدخل عندكم الفرن ولا طاوه ولا اللي كان. غادي نستف فيهم دوك الفخيضات بالطريقه اللي بغيتو.
وفي هذا الوقت الفران راني مشعلاه كيسخن. هاد الفخيضات كيطيبوا في الفران ديال الضو ولا الفران ديال الغاز بحال بحال. انا طيبتهم على 200 درجه، الفران شاعل من الفوق ومن التحت. صافي كنحيد ديك الصلصه كامله اللي بقات في الطبسيل اللي رقدنا وكنديرهم فوق الفخيضات كيف ما كتشوفوا. داكشي اللي بقى غنديرو في الوسط. صافي وضروري من واحد الخويط ديال الزيت ندوزوه. استعملت زيت الزيتون، وغنزيدهم واحد الرشيشه من الفوق ديال الزعتر. صافي كنغطيه بورق ديال الزبده وكندير الورق ديال الالومنيوم كنزمتو مزيان. وكندخلوه للفران يطيب كيف ما قلت لكم. انا غنطيبو على 200 درجه، الفران شاعل من الفوق ومن التحت. الا كان الفران ديال الغاز يعني كتشعلو حتى كتحسوا بيه طاب من التحت، عاد كتهبطوا طيبوه من الفوق. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا الطبق ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران، يعني فاش كيطيب كنعريوه وكنعاود نخليه يتحمر ليه شويه داك الوجيه ديالو. كتجي المرقه يا سلام. والبنه البنات ما نعاودش لكم شحال كيجي بنين، والمريقه ديالو عاقده. وكنتمنى الاقتراح ديال هذا النهار يعجبكم، وما تنساوناش من